في كل خرجات الملك محمد السادس إلا ويسبب الإسهال والإحراج لنظام العسكر في الجزائر. هذا النظام الذي لم يقدم شيئا للجزائر، لا على مستوى الفلاحة ولا على مستوى التجارة ولا على مستوى الاقتصاد ولا على مستوى الصناعة ولا على مستوى الدبلوماسية. خرب كل المنجزات، حتى المستشفى العسكري اللعين النعجة الذي كان من أفضل المستشفيات في إفريقيا حوله إلى خرابة. يعني هذا هو الواقع للأسف الشديد. النظام الجزائري اللي تبون يقول عند الجزائر أفضل منظومة صحية في إفريقيا، واللي حب حب واللي كره كره، هكذا قال. أنا قلت أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. جاء وباء كورونا وفضح أكاذيب تبون، صبحت الناس تموت في المستشفيات بلا أكسجين، صبحوا الناس الآن راك تروح للاستعجالات يحدث العجب. الناس في المستشفيات كاين حتى اللي يصوتي عليه قط منطقة يجرحوا، هو كان يداوي من حاجة ويصبح يداوي من حاجة أخرى. وأكرمكم الله قلة النظافة، قلة المرافق. كاين ناس راهم تلقاهم في المستشفيات يستنوا في سكانير لأنهم فقراء باش يشوفوا لهم الأزمة نتاعهم، ويبقوا ما كانش سكانير راهم محطم ومتعطل، ويبقى حتى يموت. وهذه حدثت في كثير من الأماكن. في ظل هذا الوضع الصحي لا شفنا تبون يدشن. واش دشن لنا تبون من نهار اللي جا؟ الحوايج اللي دشنت كلها اندارت في عهد بوتفليقه، كانش ما داروا حاجه. دايرين المسجد جامع الجزائر راهو تحول الى مزار سياحي، ما خسرته عليه الجزائر بسبب الفساد، كان يقدر يبني مساجد ومصانع في نفس الوقت. الملك محمد السادس والله سبب اسهال لنظام الجزائر، في كل مره يدشنوا مصانع، يدشنوا أشياء يعني مستواها الرفيع يعني. وراكم تشوفوا قام بتدشين مستشفى منذ أيام فقط، دشن عدة مرافق. الآن راهو دشن مركب استشفائي جامعي في طنجة. شوفوا مثلا واش كتب: دشن الملك محمد السادس المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، وهو قطب أكاديمي وطبي للتميز، سيمكن بفضل كليته للطب والصيدلة من هيكلة عرض العلاجات على صعيد الجهة وجلب كفاءات طبية جديدة وتوفير تكوين متطور. هذا المركز الاستشفائي الجامعي يعكس العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي القطاع الصحي، لا سيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين. كما يشهد إنجازه على الدور المركزي الذي يوليه الملك لتنمية قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزمه على تمكينهم من تكوين ذي جودة يساير التطور العلمي والتكنولوجي. ورصدت للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، وهو بنية استشفائية من الجيل الجديد، استثمارات تفوق قيمتها 2.4 مليار درهم ممولة من ميزانية الدولة والصندوق القطري للتنمية. المركز يضم مستشفى للتخصصات 586 سرير الذي يتكون بدوره من قطب طبي وجراحي، ومصلحة طب الجهاز التنفسي، ومصلحة لأمراض الدم، ومصلحة لطب الغدد الصماء، ومصلحة طب القلب، ومصلحة الأنف والأذن والحنجرة، ومصلحة طب الأعصاب، وطب وغسيل الكلى، وطب العيون، والطب النووي، إلى جانب قطب طب المستعجلات والإنعاش. كما يشتمل على وحدات لمعالجة اضطرابات النوم وزراعة النخاع العظمي ومعالجة السمنة وإعادة تأهيل مرضى قصور القلب. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لطنجة يضم أيضا مستشفى الأم والطفل 211 سرير الذي يضم قطبا طبيا جراحيا وقطب طب المستعجلات والإنعاش، ومصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية، ومصلحة للتصوير الطبي، ومختبرات لعلم الأحياء الدقيقة والجراثيم والكيمياء الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدات طبية. وينسجم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مع أهداف برنامج طنجة الكبرى الذي يولي مكانة متميزة لتطوير العرض الصحي، كما يأتي لينضاف إلى مختلف المشاريع التنموية التي أطلقها الملك على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بهدف تعزيز إشعاعها وجاذبيتها الدولية. يعني يتحرك الملك يقوم بتدشين هذا المركز الاستشفائي الكبير، هذا راح يسبب إسهال للنظام العسكري في الجزائر.
المنظومة الصحية في الجزائر متدهورة إلى أبعد الحدود، الواقع الصحي سيء، الدواء ما كانش يا ناس، الناس تلجأ إلى أبسط عملية تروح لتونس. وهي طنجة أنا رحت لها، هذه المدينة صدقوني كي تروح لها تحس نفسك في أوروبا مش في بلد عربي، هذا هو الواقع، شفته بعيني، ليس تطبيلا ولا تزميرا ولا أي شيء. تشوف محطات القطار تحس نفسك راك في محطات القطار الدول الأوروبية وحتى قارة أمريكا، هذا هو الواقع. حتى المدن الصغيرة محطاتها للمسافرين أفضل من محطة العاصمة الكبرى للمسافرين. يعني هذا على المستوى، هذه البنى التحتية، مراكز التسوق لكارفور كيفاش دايرين، الترتيب، التنظيم، الطرقات كيفاش مرتبة ومنظمة، يعني المدن نظيفة، شفت الرباط هذه نظيفة أفضل من كثير من المناطق اللي نشوف فيها هنا في باريس. هاو شيء راح تحرك دار مستشفى، وش يكشف لك هذا؟ يكشف لك بأن النظام الجزائري علاه غلق على الجزائريين الحدود وحاب يغلق علاقاته مع المغرب. لماذا؟ لأنه كان يروح جزائري وينقل الصورة الحقيقية اللي موجودة، يقول لك هذا اشتراه المخزن وعميله، وهذا داروها معايا، رحت نقلت بالصوت والصورة بعض الأمور، قال لك هذا عميل للمخزن، البارح كان يعادي المخزن واليوم راهم شراوه بالفلوس ومش عارف كيفاش. يروح واحد، ياتي واحد من أي بلد عربي آخر، من اليمن أو من الموزمبيق، يروح ينقل هم شراوه. لكن كان يروحوا الجزائريين، يجوا الجزائريين اللي يقيموا هناك يتحدثوا على الأمور، لا هذا راهم مقيمين ثم وقاعدين ثم، إذا راهم عملاء. يجي مثلا وليد كبير ينقل بعض الأمور اللي تخص الجزائريين واللي تخص المقيمين هناك واللي تخص بعض الإنجازات وبعض الأمور، لا وليد كبير راهو موجود في وجدة، وليد كبير راهو جندة المخابرات المغربية، هكذا يقول لك. لكن إبراهيم غالي موجود في التراب الجزائري ويعيش بطائرة جزائرية وقصر جزائري وأموال جزائرية وباسبور جزائري، لا ماهوش عميل، هذا إنسان نظيف شريف يدافع على شعبه. يجي وليد كبير اللي حرمينه حتى من جواز جزائري، ما يقدرش يسافر، ما عندوش جواز، عايش هناك في المغرب فقط بإقامة عادية وخلاص وانتهى الأمر، حتى الجواز ما جددوهولوش، حارمينه حتى من الجواز. لا هذا عميل للمخزن وكذا وكذا. إذا كان اللي يتواجد في المغرب ولا يزور المغرب عميل، أو العملاء هم اللي كانوا في الثورة الجزائرية عايشين في المغرب، نعم هذا بيهم اللي جاوا حكموا الجزائر. تروح الوجدة تشوف بيت بوتفليقة وتشوف لهنا، إذن بوتفليقة حكمكم 20 سنة وهو ولد المغرب. يعني باللي هذا كله راه يبين حقيقة نوايا، لأنه لو يفتحوا الحدود الشعب الجزائري يروح ويشوف الوضع، يشوف الاستقبال، يشوف الإنجازات. أنا ما نقول ما فيهاش الفقر، راهي بلد ما هيش عندها الغاز، ما عندهاش نفط، طبيعي تشوف فيها الفقر، لكن لو لم تكن عندها سياسة قوية. تخيلوا أنه الجزائر ما عندهاش نفط والغاز، راهي الجزائر انباعت متر راهم حكموا وزعوها على الدول، وراهي محتلة، ربما رجعوها لفرنسا، قال لك خلينا نرجعوا تحت ظل فرنسا. جاب ربي عندنا النفط وعندنا الغاز، هل داروا استثمارات أخرى؟ الآن راهو العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية، بعد عقود ما يصير عنده قيمة الغاز. هل النظام الجزائري ضرب حساباته إلى الدولة الجزائرية مستقبلا عندما يكون الغاز ما عندوش حتى قيمة؟ ما ضربش حساباته. إذن كل ما يجري أنهم حابين فقط الجزائري ما يروحش يشوف المغرب، لأنهم ربونا منذ الصغر أنه المغرب متخلف والمغرب يجوع وفقراء وفيه كذا وكذا 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 والجزائر هي القوة كذا. لكن لما تروح لهي، أنا لا أحسد المغاربة، نتمنى لهم كل الخير، أشقائنا خاوتنا، نحب بلادهم دائما آمنة ومستقرة، محافظة على وحدتها ومحافظة على أمنها ومحافظة على إيمانها ومحافظة على أمانها، هذا طبيعي جدا. ولكن كلمة تشوف كذا تتألم. جزائر اللي عندها مليارات، ما دخل الخزينة العمومية منذ الاستقلال بسبب هذه النفط اللي دخل، راه يبني دولة في كوكب آخر، نروحوا لزحل ونديروا جمهورية ثم، مش في الجزائر فقط، ولكن بسبب اللصوص والحرامية هذم اللي نهبوا أموال الجزائريين. هاك تشوف فيها الجزائر كيفاش متخلف، ما عندهاش مستشفى، البلد اللي ما عندهاش مستشفى يعالج فيها وزير، كلهم يجوا للخارج، كلهم يبعثوا أولادهم للخارج، ويجي يحكي لك على أن الجزائر متقدمة ومتطورة. حقيقة محمد السادس في كل خرجة من هذا يسبب لهم إسهال، يسبب لهم يعني صدمة، ولذلك يلجؤون إلى الكراهية وكذا وكذا وكذا.
بدل أنك تضيع لي وقتي في خطابات العداء للمغرب، روح تفرغ، أخدم البلد، خلي البلد نفسها تضاهي المغرب ولا غير المغرب. وإن كنا من المفروض ما نوصلوش لدرجة أنه ننافس المغرب ولا المغرب ينافسنا، لا، نحن أشقاء وجيران، وأمننا واحد، واستقرارنا واحد، وثقافتنا واحدة، وتقاليدنا واحدة، ونسوبية بيناتنا وما إلى ذلك من هذه الأمور. من المفروض نسابق وننافس الضفة الأخرى من المتوسط، ونتعاون. هناك عندهم اتحاد أوروبي، نحن يكون عندنا اتحاد مغاربي، ونتعاون جميعا. لكن من المستحيل أن بلد يحكمها العسكر تتقدم، تتطور، تتحضر، أنساها، وأيضا تتعايش مع الآخرين، لأن العسكر يتعامل بمنطق القوة، بمنطق الاحتقار للآخر. وهذا الذي يجري مع المغرب للأسف الشديد. خرجة الملك وهذا التدشين وهذا الصرح الاستشفاء الكبير في مدينة رائعة وجميلة مثل طنجة حقيقة سبب الإسهال للنظام وإحراج التبون، اللي ليومنا هذا ما دار ولا شيء على الأقل ينسب ليه، فقط سجون، معتقلات، ملاحقات، قوائم الإرهاب، وعود لا طائل منها. وغدوة بإذن الله سنتحدث عن أمر آخر خرجت تبون في مجلس الوزراء، ونكشف الكثير من المستور عن أكاذيب هذا الشخص الذي وجد نفسه في ظروف رئيس، وكل مرة يتصرف في حال بئيس وبائس بمعنى الكلمة. شوف المغرب يدشن مصانع، ويدشن مستشفيات، ويدشن طرقات، ومشيت في القطار السريع شيء. هذا القطار السريع مشيت فيه في أوروبا، ومشيت فيه في أمريكا، نفس الشيء، تنظيم محكم، النظافة، الأمور في مواعيدها، كل هذا يجري في المغرب. كثير من المدن المغربية تحس أنك من خلال السلوكيات والتصرفات أنك مشك في بلد عربي ومغاربي، بل في بلد أوروبي حقا. ولكن للأسف هذه الغيرة وهذا الحسد خلى النظام يدخل الجزائر، يفضل يدخل الجزائر في خصومات وصراعات لا طائل منها مع المغرب، بدل أنه يرى الجزائريون بأم أعينهم في ظل هذا العالم اللي أصبح مفتوح. كل جزائري يروح ممكن يصور ويدير حوايج شافهم، وبذلك يتم إحراج نظام العسكر الذي لم يقدم شيئا للجزائريين.